حينما يتجاوز الابتكار عمر المبتكر نتوقع أن يكون المستقبل مدهشا. طفل لم يتعدى سنه 13 يبتكر خلاطة خرسانية تحاكي بكل تفاصيلها وأدواتها خلاطة خرسانية حقيقية وبإمكانيات بسيطة وبدائية. زكريا عبيد طفل من مدينة ذمار يصمم مشروعه الأخير بحرفية وخبرة اكتسبها من العمل في مجال البناء وقدرته في صيانة وهندسة خلاطة إسمنت يعمل عليها والده منذ زمن. كنت أشتغل مع أبي وقت العطلة، الحين قررت يعني أصنع خلاطة. أول ما بدأت سبرت القعادة، وثانيا الحلة هذه تشوفها قبالك، وثاني شيء سبرت الماكينة حقه، والماكينة حق خياطة، ماكينة خياطة، والونش الحين سبرتها قطعة من هذه أفعل بها يرفع واستعمل خلاط الصلب اللبناني. ثانيا سبرت الباكات، مجرد ما افعل بها كذا يرفع، وهنا بيرنجات، شلت بيرنجات افعل بها كذا يرفع كأن خلاط لبناني. كان يسرح في أوقات العطلة مع والده في الشغل مع الخلاطة، فمارس هذه الخلاطة وابتكر ما فيها وعين ما فيها من أدوات، فصنع هذه الخلاطة بإمكانيات بسيطة، والآن هي قدامكم تشتغل وتطلع وترفع نفس الخلاطة العادية. في عمر 8 صنع الطفل زكريا سريرا متحركا من الخشب لشقيقته الصغرى، وفي 10 صنع لعبة الجيم وبمفرده. هو حاليا طالبا في الصفوف الأساسية. آلته الصغيرة والتي تعمل بالكهرباء تقوم بمهمة الخلط الخرساني على أكمل وجه وتجر إلى مسافات بعيدة. وإحنا الحين لو بإمكانية ومخرطة ودعم لا أصنع خلاطة. كانت تتعطل يعني حقنا، وأنا أتفاقدها وسبرتها يعني تخترط حاجة وأسبرها جت لي فكرة يعني إن أنا أسبر خلاطة. لولا يعني إمكانيات ودعم وتشجيع من الدولة والجهات المختصة، يحتاج إلى مخرطة ورشة، وما يستورد لا الماطور بس فقط، نفس الصناعة اللبنانية. اللبناني يستورد الماطور، يصنع الأدوات والحلة والهيكل حقها في لبنان، وهذا إلى الإمكانيات لا توقع الدولة الثانية بالوطن العربي بعد لبنان يصنع خلاطات. فنرجو من الجهات المختصة والمعنية أن يهتموا إلى هذا الطفل ويشجعوا مواهبه، وهو في سن هذا، في سن الطفولة، لو يعني يكبر يلقى يخترع حاجات كبيرة. هذا ما قاصر يعني كان يداول إلى مع أبوه بالخلاطة. لو عايزين في مجال ميكانيك ولا في مجال ميكانيك ولا في مجال طب ولا في مجال هندسة، لا يدخل ويخترع فيها حاجات كبيرة. يهدف زكريا بنموذجه الصغير للخلاطة الخرسانية إلى التأكيد بإمكانية صناعتها محليا وذات ماركة يمنية، لكون أسعار ما يستورد منها باهظ الثمن. وبين الممكن واللا ممكن يكفينا ما فعله طفل ذمار وبإمكانيته المتواضعة.